يا صباح الخير، عاملين ايه؟ فيديو جديد وروتين جديد. يا رب ان شاء الله يكون يومكم لذيذ وحلو. اول حاجه انا فتحت كده التلفزيون عشان اتفرج على قرطون المحميه، بحبه جدا 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 يا بنات، بجد ممتاز وجميل قوي، فهتفرج عليه بقى قبل ما يخلص وارجع لكم تاني نشوف احنا ممكن نعمل ايه النهارده في بقى دلوقتي هنعمل كنت جايبه قطايف امبارح بصراحه، بس طبعا طلعنا متاخر قوي. طبعا شفت فيديو امبارح بقى احنا عملنا بسكوت وكده، فانا كده عملت بسكوت وكحك الحمد لله مع حماتي. ناقص اعمل ايه؟ ناقص ان اعمل او باقي، بلاش كلمه ناقص دي. بصوا انا عايزه اوريكم بس الزيت بتاع روز جاردن ده حلو قوي يا بنات، لو لقيتوه وما لقيتوش غيره يعني هاتوه، يعني لو مش عارفين مثلا نوع زبيب كويس فروز جاردن حلو قوي. بصوا الزبيبيه اصلا عامله ازاي، تحس ان هي كده شكلها حلو ومتوسطه وفاتحه، فبيبقى خامتها كويسه. بس فانا اهو مجهزه الزبيب والجوز الهند، وعندي القطايف اهي. لازم ابدا بصراحه اعملها، لانه ايه جايبينها من امبارح، فانا خايفه قوي، خايفه يحصل اللي هو تتعمل مننا بقى وتنشف. فانا هحط كل الكميه دي عادي، واحط معاها الزيت، ولو اتبقت عادي يعني هبقى اعمل بيها اي حاجه تانية واحطها في نفس البرطمان، مش هيجرى اي حاجه اهو كده. النهارده بقى هنعمل طواجن. بسم الله. انتوا بتحبوها صحيح حلوه ولا بتحبوها حادقه؟ انا بعملها دلوقتي عسل بتاعها اهو، وهقفلها كويس قوي، وهبقى اعملها بقى في الزيت بس كمان شويه لما احط الاكل تقريبا على النار، عشان الساعه بقت 5 بالظبط، فلازم احط الاكل بقى في الفرن. فهوريكم دلوقتي برضو الطريقه بتاعتي في الطاوله. انا مش عارفه، انا كنت بتكلم كل حاجه في التليفون بعافيه شويه، فانا دلوقتي عملت اهو ما شاء الله، هعمل كل الكميه دي، وهسيب بصراحه ليا حبه كده اعملهم مع حادق، عشان انا بحبها حادق برضو جدا. فزي ما بقول لكم هوريكم طريقتي في ان انا اعمل معاكم الطاجن بتاع بطاجن المكرونه باللحمه المفرومه. قلت يعني بدل ما اعمل لحمه مفرومه لوحدها او مكرونه باللحمه المفرومه، او لسه هسلق المكرونه ومش عارف واعمل صلصه وكل ده، قلت اعملها طاجن احسن، عشان احنا كده كده حبيناه اول مره اللي فاتت، وبس كنا بره البيت، فقلنا لما نعمله واحنا في البيت هيبقى سخن بقى وهيبقى لذيذ اكتر. بس كده، فقلت بقى اعمل معاكم الحاجات دي النهارده الفطار ده، واعمل كمان الحلوه الصغننه دي اسمها ايه، القطايف. فانا هخلص كل القطايف عشان ما اضيعش وقتكم وارجع لكم تاني. بقى يا بنات انا جبت الفخار ده، وجبت الطواجن دي عشان هحط دلوقتي بقى وهعمل بيها هعمل فيها الطواجن. تمام. اول حاجه هرش كده رشه زيت. ليه رشه الزيت دي بقى؟ علشان لما اجي اقلب الطاجن ينزل صح زي ما هو، بس يعني هحاول اوزع الزيت كده كويس، عشان لما اجي مثلا انزل الطاجن بالمكرونه واللحمه المفرومه هتبقى على الوش، المفروض لما ينزل الطاجن في الطبق يبقى نازل صح كده وكله ايه وكله تمام. طيب هجيب بقى اللحمه المفرومه. على فكره انت ممكن تعمليها، يعني ممكن تعمليها بالسجق وممكن تعمليها بالكبده، هي بالنسبه لي بصراحه بتبقى حلوه قوي، يعني بحس ان الطاجن كده بيبقى سهل بسيط مفهوش كلاكيع. وهوريكم ازاي دلوقتي تقدروا تعملوه في نص ساعه بس، من غير ما تطلبوه بقى من محل يجيلكم غالي، وما يجيلكمش فيه لحمه كتير، وما يجيلكمش مثلا جودته كويسه او كده. ممكن كمان تعملوا الاكله دي في العيد. بصوا بحط اللحمه المفرومه كده اهو، تمام كده في الوش. تمام. وبعدين في حاجه انا هعملها دلوقتي، استني هوريها لكم. وهي الفلفل ده. تمام. فانا هحط الفلفل ده كده، دي حاجه مني انا بقى، يعني دي حاجه ما شفتش حد عملها قبل كده بصراحه، بس انا اي حبيت اعملها. هتجيبي اي نوع مكرونه انت عايزاه، وهيكون مش مسلوق خالص، هيكون مش مسلوق اطلاقا زي ما انتوا شايفين كده عادي. تمام.
بس انا عايزه اوزع اللحمه واعملها يعني ايه، تبقى الدايره بتاعتها مظبوطه. بسم الله. نزل كده 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 المكرونه اصلا في السوا هتكبر عن كده، وهتبقي عامله حساب انها هتنفش عن كده. بس انا كمان اهو. فانت لما تيجي تحطيها في حله او تحطيها في صينيه او تحطيها في فخار طاجن زي كده، لازم تخلي بالك من الحته دي، ان هي يعني تسيبي مكان، لانها ايه هتنفش. بس كده بعمل الحركه دي. وبعدين الصلصه بقى بكون مديها كده غلوه واحده، حاطه لها البهارات وكل حاجه بتاعتها. هتنزليها كده بس عشان احنا هننزل دلوقتي ميه سخنه، وهوريكم هننزل المقدار قد ايه. انا بس بحاول اوزع كده بالترتيب عشان المكرونه ايه تاخد كده كلها صلصه. بسم الله اهو. سهله قوي، سريعه قوي، طعمها بيبقى حلو قوي، بتبقى عامله زي بتاعه بره كده، تعجبكم قوي قوي على فكره وعملتوها. بصوا بقى مكان الصلصه انا مليته ميه سخنه كده. بسم الله. تنزلي بقى ايه كده على المكرونه لحد ما تلاقيها يعني ايه بالظبط مغطيه المكرونه بحاجه بسيطه قوي اهو، زي ما انتوا شايفين كده. وهنا كمان نفس الموضوع، هجيب ميه تاني. بصوا سهله قوي يا بنات. بصوا بسم الله، تنزلوا كده يدوبك بتتغطى بس، الطاجن بيتغطى بس، يعني مش بيبقى فيه مثلا ميه كتير، وانت طبعا مش بتقلبيه علشان يفضل واخد الشكل بتاعه. بس كده هي دي شكل الطواجن، بتعمليها كده بس ونحطها بقى في الفرن. تكوني مسخنه الفرن كويس قوي وتحطيها في الفرن، تقعد معاكي نص ساعه بس مش اكتر، تقريبا نص ساعه 35 دقيقه لو الفرن سخنه وكويسه. بس الخطوه المهمه ان انت لازم تلفيها بفويل كويس، يعني لازم يكون في ورقه فويل كده كويسه تلفيها بيها. بس كده تنزلي الفويل كده تلفيها كويس قوي، ناخدها على الفرن. عشان ما نهبطش في الكميه بتاعه الفويل، لانها كده كده ممكن تترمي بعدها، ما استخدمهاش مثلا في اكله تانية او كده. بس وهعمل فيه 5 سمبوسك، دول هعملهم دول اخر سمبوسك عندي، وهعمل معاهم بطاطس محمره وسلطه كمان. دلوقتي هعمل سلطه، واحنا كده نبقى خلصنا الفطار بتاعنا سهل وبسيط. بس اشوف بقى انا هعمل عصير ايه او كده، وهنشوف دلوقتي مع بعض. بصوا بقى انا سخنت كده الزيت، وهنزل بقى بسم الله، هنزل كده بالقطايف تمام علشان ايه تتحمر معايا، وخلصتها قبل الفطار عشان بعد الفطار اقدر اكل منها اللي هي الحلوه، لكن الحادقه لا هعملها بعد الفطار عادي. بس فانا حبيت اوريكم كده وانا بحمرها. طبعا انا هدي النار عليها شويه عشان ما تتحرقش خالص، وتبقى مقرمشه في نفس الوقت وجميله، وما تشربش زيت برده، فلازم تبقى النار متوسطه مش عاليه عشان ما تتحرقش مننا. طب ايه حلوين، عملت كده يعني فاضل طاستين كمان، طاسه في النار وطاسه هحطها وخلاص. ويلا بينا ننزل بقى بالشربات اللي زي العسل ده. بسم الله. طبعا ده شربات تقيل تمام اهو. بصراحه مش عايزه اهدر كتير تمام. فعايزه اقول لكم ان اللبانه دي اللي هي بتاعه الصيني بتسهل عليا قوي. طلعوها من النيش يا بنات، واعملوا بيها بقى وسيبوا، ما تقعدوش تحطوا كل حاجه في النيش كده، لا طلعوا واستمتعوا بحاجتكم. فانا اهو حطيت اهو، والباقي اللي هيطلع برضه هحطه عليه وابدا اعمله. شايفين شكله؟ فالحلا جهز، يلا نشوف اللي في الفرن بقى. انا محمره 4 في الطاسه الصغننه دي، عشان دي طاسه زيت بتاعت اسمها ايه،
بطاطس. يلا بينا نشوف اللي في الفرن. بسم الله. مش عارفه افتح ولا لا، بس هو بعد نص ساعه، فانا هفتح دلوقتي واشوف واقول لكم. بصوا بقى، علشان انا يعني مستعجله جدا 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 جدا، فبعمل ايه بقى؟ بصوا، بجيب كده برش عليها رشه زيت. رشه زيت. بصراحه انا كنت عايزه اخليها الفرن، بس هي ايه يعني، هو جوزي بيحبها اكتر كده متحمره، فانا برش كده زيت عليها وبنزلها كده في البقسماط، بحيث ان انا بحب قوي قرمشتها بالبقسماط. بس وبقفل بعمل كده. تمام. مش عارفه هودي الزبده فين، بس همسح. تمام. تمام. بعمل ايه بقى دلوقتي؟ بعمل كده. على فكره اي حاجه عندكم حطوها، يعني بقسماط، الحاجات الكورن فليكس، لا مش كورن فليكس، البقسماط والحاجات اللي احنا مش عارفه اسمه ايه تاني، ممكن يبقى اسمه ايه، والمقرمشات والحاجات دي، ممكن تعملوا كده بيها، توفر عليكم وقت ومجهود ومواعين كمان. فكده هاخدها احطها في الزيت على طول تتحمر. طبعا شايفين الجمال، شايفين الجمال. اللهم اني صايمه، اللهم اني صايمه. دلوقتي هبدأ اغرف لان الساعة 6:30 ولا 5، فاضل لنا شوية صغننين قوي والفطار يبدأ. بقيت اوريكم كل حاجة بالخطوات عشان تعرفوا الروتين الرمضاني بتاعي ممكن يمشي ازاي. وبس كده. يلا ننزل كده العسل على اخر حاجة خالص، انا لسه مطلعاها من الزيت، من القطايف الحلوة اللي هي محشية مكسرات او حاجات زي كده. وبس كده يا حلوين، هسيبها بقى تمام مع نفسها خالص اهي. كده الكميه بتاعتي كلها جاهزه. كنت احط بقى في التلاجة وتبقى تمام، يعني مش محتاجه مثلا ان انا، وده طبق اللي كان فيه الزيت. ف هنشيل البطاطس دلوقتي. عايزه اوريكم بقى الطواجن بتاعتنا الحلوه المسلوله. بسم الله اهو. ده اول طاجن. طبعا عايزه ايه، يبقى بس محتاجه حته كمان. بسم الله نقلبه يا رب يتقلب يبقى حلو. بسم الله الرحمن الرحيم. مش عارفه هو ليه ما اتقلبش، يا رب يتقلب. بصوا هو لسه سخن. بسم الله. واو. حلوة قوي، بس لسه في مكرونه كده في الجوانب، فهننزلها كده. بصوا هو احنا شكله مبسط يا جماعه، شكله مبسط، شكله حلو. حلو والله، شكله حلو ان شاء الله يبقى طعمه حلو. وشايفين الصلصه في المكرونه عامله ازاي اهو. ده اول طاجن كده. الطاجن التاني اكبر شويه، فهعمله بقى وارجع لكم تاني. بصوا بقى الطاجن التاني الاخضر. بصراحه مش عارفه يعني انا هحط ده، ومش عارفه احط ده برضو ولا لا بصراحه. انا هسيبه زي ما هو، لو عاوزناه ناخده، عشان حاسه ان ده ممكن يشبعنا مع السمبوسك والحاجات دي. يعني انتوا رايكم ايه يا جماعه؟ قولوا رايكم تحت في التعليقات. ده الفطار بتاعنا بقى، عشان الفطار خلاص يعني. يلا بقى احط الفطار عشان المغرب جدا خلاص. اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد. لايك وشير بقى للفيديو. مع السلامه.